هاي، لو انتوا اول مرة بتسمعونا فاحنا جاك بودكاست. البودكاست ده معمول عشان الشباب. فرق لنا قوي ان احنا نبقى بنتكلم عن افكار وقضايا بتناقش الشباب واسئلة كتير قوي بتبقى جوانا في علاقتنا بربنا وبنبقى محتاجين لها اجابات. النهاردة هنكون بنتكلم عن الروح القدس وازاي يبقى ليا علاقة بالروح القدس واحس ان هو شخص قريب مني وليا علاقة شخصية بيه، مش مجرد أقنوم من الأقانيم بس أنا معرفش أي حاجة عنه. هيكون معنا النهاردة فيليب. هاي يا فيليب، هاي ازيك؟ سيمو، ايه الأخبار؟ ازيك؟ كله فل. آم، فيليب، احنا كنا حابين قوي ان احنا نفهم اكتر عن الروح القدس، وانه ازاي يبقى ليا علاقة بيه، او دايما عارف كده لما بنسمع عن فكرة الروح القدس بنفتكر وقت معمودية يسوع لما يسوع كان بيتعمد صح. وروح القدس كان ظاهر يعني في شكل حمامة امم بس. ودي كل معلوماتنا عن الروح القدس، او ان احنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس. والروح ايه القدس. بقى الروح القدس؟ اوكي، مين هو الروح القدس؟ قانون الايمان بيقول ايه؟ حافظه قانون الايمان؟ كلنا حافظينه. بالظبط. بيقول ايه؟ نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي، وفي الاخر بيقول نسجد له ونمجده مع الاب والابن. فانا عايز امسك اول حته، الرب. الروح القدس هو الله، هو والاب والابن الله. وكأنه الكنيسة الأولى لما كتبت قانون الإيمان ده بيقولك نسجد له ونمجده مع الآب والابن. هم عايزين يقولوا بيتسجد له وبيتعبد زي الآب بالظبط وزي الابن بالظبط. أوكي، فهو الله. عايز أقول حاجة في الحتة دي. حد قبل كده قال لي الروح القدس مش الأقنوم الأصغر ومش الأقنوم الثالث. الروح القدس هو الأقنوم المساوي للآب والمساوي للابن في الجوهر. أوكي، طيب دي أول حاجة. تاني حاجة، هو المعطي حياة. الرب المحيي هو اللي بيدي حياة. أوكي، أنا عايز أفتح معاكي أشعياء 11 من أول عدد 2. دول زي 7 إظهارات للروح القدس. فالروح القدس بيعلن عن نفسه بطرق كتيرة قوي في البايبل، بس دول 7 منهم. فبيقولك كده، بيتكلم عن يسوع. هقرأ من أول عدد 1. بيتكلم عن يسوع، بيقول يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. في عدد 2 بيقول ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. تبدأ تفهم من هنا ان روح القدس هو شخص وليه صفات. روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة. فهو مش قوة. يعني حتى في حتة بيقول فيها وتنالون قوة من الأعالي متى حل الروح القدس عليكم. انت نتيجة انه حلول الروح القدس انت بتاخد قوة. هو روح القوة، بس هو مش كده بس، هو شخص وليه صفات. قانون الإيمان بيقول ايه؟ نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي. فأنا عايز بقى أشيل من دماغنا خالص فكرة ان الروح القدس ده حاجة عايمة في الهوى احنا مش عارفين عنها حاجة. لا، هو الرب. وبعديها في الآخر بيقول نسجد له ونمجده مع الآب والابن. هو الله، زي ما الابن الله والآب الله، الروح القدس هو الله. ده برضو بيوضح لنا اكتر ان هو شخص، فانا ينفع يبقى ليا علاقة بيه. بالظبط. انا عايز احط زي فاونديشن، زي اساس كده. الله شخص، والله روح، والله ثالوث. اوكي، فزي ما الاب شخص وزي ما الابن شخص زي ما الروح القدس شخص. عايز عشان نوضحها ونخليها ابسط شوية نفتح اشعياء 11 عدد 2. ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. وتبدأ تمسك كل صفة من دول وتحس الحاجات دي ممكن تبقى شخصية قوي ليا. يعني ممكن ربنا يتعامل معايا بصفات شخصية قوي. فمثلا روح القوة، ماشي، أنا محتاج قوة. روح الحكمة، محتاج حكمة في حياتي، محتاج قدرة ان انا اعرف اخد قرارات صح. روح الفهم، واوقات كتير قوي بنحس ان احنا بنقرا البايبل ومش فاهمين حاجة ومش مدركين انه الطريقة الوحيدة ان انا افهم بيها كلمة ربنا هي بالروح القدس.
ان انا افهم الكلمة بالروح القدس. في حتة تانية يقول روح الحكمة والإعلان. فكرة الإعلان إنه هو ده الشخص، الروح القدس هو الشخص اللي موجود معايا وبيعمل عملية الإعلان، عملية الانكفرنج، كأن في حاجة مغمية على الكلمة وكأن بيكشفها بالظبط. خليني أقرأ لك كده يوحنا 14 وتعالي نشوف يسوع بيتكلم عن الروح القدس ازاي. يوحنا 14 وعدد 16 بيقول كده يسوع: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. فببساطة الروح القدس هو الشخص اللي ماكث معكم، الشخص اللي قاعد معانا، الشخص اللي بيعلمني وبيرشدني وبيعزيني. فاهمة؟ بدأتي تجمعي شوية الصورة. يس، حاسه كده الصوره بقت اقرب، خاصه لما كنت بتقول عن دوره في حياتي، ان هو بيعلمني وبيديني حكمه وبي كأنه بيعمل unlock للحاجات اللي مش مفهومه واللي انا مش لاقيه لها معنى. بالظبط. في عدد 25 من نفس الإصحاح يسوع برضو بيقول كده: بهذا كلمتكم وأنا عندكم، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. فهو الأقنوم، الشخص اللي قاعد معايا وعمال بيعلمني، كأنه قاعد جنبي وأنا قاعد بقرأ الكلمة، كأنه قاعد جنبي وبيقول لي: فيليب الآية دي عايزة تقولك كده في حياتك. بقرأ آية تانية يروح هو قايل لي: فاكر الموقف الفلاني ده تفسيره كذا كذا كذا. اتيتيود مثلا، طريقة تصرف انا بتصرف بيها مثلا في المدرسة، فاقرأ آية فيقول لي: خلي بالك، شايف ده مش اللي انت عملته في المدرسة، محتاجين نغير الحتة دي. فاهمة؟ معلم بيعلمني. بالظبط، بيعلمني. وهو كأنه كده في حد قاعد ورايا طول الوقت، وموجود علشان يعلمني، موجود عشان يرعاني، موجود عشان يعزيني، موجود عشان يفهمني how to live life، ازاي اعيش الحياة المسيحية. لانه يسوع بيقول، وهنجيلها في آية قدام، يسوع بيقول انه في حد غيري جاي يقعد معاكم، ما تخافوش. خلينا اتفضل، عايز تقولي حاجة؟ يعني لما قلت الحتة دي افتكرت انه عارف كده اوقات كتير بفكر، يعني انا شخصيا كنت بفكر كده انه كان بيبقى نفسنا نعيش في الوقت اللي يسوع كان موجود فيه على الارض. بالظبط. بس تلاقي بقى يسوع بيقول كلام مختلف تماما. هقرا لك الآية دي دلوقتي، يوحنا 16 وعدد 7. يسوع بيقول ايه: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي اللي هو الروح القدس، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. فكأنه يسوع بيقول ده يا بختكم إن أنا أصعد للآب، علشان هيجيلكوا واحد هيفضل قاعد معاكم. فيسوع بيقول يا بختكم إن الروح القدس يجيلكوا، وبعدها بيقول إيه: ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. معناه إيه؟ معناه إن هو قاعد بيعلم، بيرشد، بيدرس، وزي ما قلت لك هو الحد اللي قاعد معايا طول الوقت، هو ماكث معنا. ويسوع كان فارق له ان هو يقول المعلومة دي، لانه فارق له ان هو يقول لي ويقول لك انه انت مش لوحدك، ما تخافش، انت مش لوحدك، انت عندك حد يمشي معاك السكة. في حتة مني جواك، بالظبط، ساكنة جواك طول الوقت. مش بس حتة مني، الله جواك. فاكرة الحتة اللي في الاول اللي قلناها؟ الله بنفسه جواك وبيرشدك. اوكي. في الروح القدس في اظهارات كتير ليه، حتى في العهد القديم بياخد اجسام مختلفة، فياخد شكل نار، شكل عمود سحاب، وفي العهد الجديد وقت معمودية يسوع ياخد شكل حمامة. انا عايز اخد الرمز بتاع الحمامة ده، وعايز اتكلم عن صفة شخصية في الروح القدس غالية قوي عليا. رمز الحمامة ده لما بتفكر فيه بتحس حاجة sensitive قوي، delicate قوي، بسيطة قوي.
وبالظبط هو ده الروح القدس. في آية بتقول كده: لا تحزنوا روح الله اللي فيكم. بما معناه ايه؟ لما انا بعمل خطية، الشخص اللي قاعد معايا ده، هو قاعد معايا طول الوقت، الشخص اللي قاعد معايا ده يبدأ يزعل ويحزن كده. فعارفة التندرنس، البساطة، الوداعة دي، هو الروح القدس كده. هو الشخص الوديع اللي لو انت عملت خطية يحزن، لانه هو بيحبك وهو ما بيحبش الشر بتاع الخطية دي. فملخص الكلام ده ايه؟ يعني كنت لسه هقولك خلينا نلخص كده كل الافكار اللي قلناها. يس. الروح القدس هو الله. الروح القدس قاعد معايا بيعلمني بيرشدني. هو الشخص اللي يسوع بيقول لي يا فيليب ويا سيمو، يا بختكم ان انا صعدت للآب علشان هو معاكم. هو هيمشي معاكم الجيرني دي، هيمشي معاكم السكة دي خطوة بخطوة، ما تخافش. والاتيتيود بتاعي ناحيته في حياتي اليومية اني اكرمه، اني احبه، اني اصحى الصبح اقول له يا روح الله صباح الخير. يعني بكل بساطة. اني مثلا في موقف موترني اسأله يا روح الله انت معايا دلوقتي، رأيك ايه في الموقف ده؟ يعني لما اجي افتح البايبل اقول له يا روح الله علمني الكلام ده، انا مش فاهم انت عايز تقول ايه، انا بالنسبة لي ده كلام مكتوب على ورق ومعقد قوي، علمني. في في حياة كاملة تتعاش معاه. بحب اقول، وانا بحب اعمل ده كتير، انزل اتمشى معاه، انزل كده اتمشى اقول له، اقعد احكي معاه واحكي له عن يومي. هو شخص، هو صديق، هو معزي، هو راعي، هو ماكث معكم زي ما يسوع بيقول، هو الحد اللي دايما قاعد معاي. وممكن يرشدني لحاجات بسيطة جدا، زي مثلا ادي مثلا الساندوتش ده لصاحبك مثلا. ممكن يرشدني لحاجات تانية كبيرة، اكشنز كبيرة. بس في كل الحالات في شخص قاعد معايا، وهو ده شخص الله بالكامل، عنده صفات، وعايز يعرفني على نفسه، وعايز يعرفني على الكلمة، وعايز يعرفني ازاي امشي سكة مع ربنا، وهو ده الروح القدس. طيب فيليب، قبل ما نخلص وقتنا، حابب تضيف حاجة تاني عن الروح القدس؟ ايوه، عايز اقول انه التسلسل الطبيعي بتاع الاحداث وصل لنقطة انه الحد الوحيد اللي هيعرف يعيشني الجيرني مع ربنا، السكة مع ربنا، هو الروح القدس. واحنا مش هنعرف نعملها لوحدنا، احنا محتاجين الشخص ده، شخص الروح القدس المعزي المعلم اللي هيمشي معايا الجيرني دي. انا مش هعرف اعملها لوحدي. ونفسي حتى واحنا بنختم نصلي انه احنا عايزينك، وندرك انه انا مش عارف اعملها لوحدي، انا محتاجه هو. اوكي، يلا بينا. يا رب بنشكرك لانك موجود معانا دلوقتي. يا روح الله بنطلب كده، تعالى كون صاحبنا، تعالى بكل بساطة وعلمنا الكلمة، علمنا ازاي نمشي سكة مع ربنا، ارشدنا. يا روح الله تعالى وكلمنا الصبح أول ما نصحى وقبل ما ننام، في كل خطوة في حياتنا تعالى كون انت الصديق بتاعنا. بنحبك يا رب وعايزين منك أكتر، باسم يسوع، آمين. امين. ميرسي يا آمين. فيليب قوي على وقتك معانا النهارده. Thank you يا سيما. ثانك يو.